استنى ما تقفلش الفيديو. لو فيديوهاتك واقفة او المشاهدات وقعت فجأة، المشكلة مش منك، يوتيوب نفسه معترف بده رسميا. وخلي بالك اللي هقوله دلوقتي ممكن يضيع شغلك لو تجاهلته. بص، في ناس كتير جدا اليومين دول بتبعتلي ليه الفيديوهات مش بتتحلل، ليه المشاهدات صفر، هل قناة اتحذرت؟ والغريب كلهم حصل معاهم نفس السيناريو في نفس الوقت. طب ايه الحل؟ النهاردة هوريك 4 حاجات: المشكلة الحقيقية، ويوتيوب قال ايه رسمي، وتعمل ايه، والاهم ايه اللي ما تعملهوش. تمام؟ وخليك معايا للاخر عشان دي فترة ناس كتيرة بتتلخبط فيها. اول حاجة، ايه هي المشكلة؟ يوتيوب نزل اعلان رسمي اسمه المشكلة معروفة على اليوتيوب. تمام؟ وقال فيها ان في مشكلة معقدة في معالجة الفيديوهات وتشغيلها. يعني ايه ده؟ الفيديو يفضل بالساعات ما ينزلش. وتاني حاجة، الفيديو ينزل مش بيتوزع. تالت حاجة، مشاهدات اقل من الطبيعة. رابع حاجة، الفيديوهات مش بتشتغل عندي ناس، وده مش بسبب المحتوى ولا العنوان ولا الصورة مصغرة. هل المشكلة بتأثر عليك؟ يوتيوب قال إن التأثير الأساسي في آسيا والمحيط الهادي، بس خلي بالك السيرفرات مربوطة ببعض، يعني وارد فيديو يتأخر، التحليل يتلخبط، التوصيل تقل حتى لو أنت في مصر. أخطر حاجة الناس بتعملها، ركز في النقطة دي بقى. ناس كتيرة لما تلاقي مشاهدات قليلة أو التحليل طول تقوم تعمل إيه؟ تحذف الفيديو، أو تعيد رفعه، أو تغير العنوان 10 مرات أو كتير، أو تغير الصورة مصغرة كل شوية. ده غلط كبير جدا، لأنك كده بتلخبط الخوارزمية أكتر. تعمل إيه الصح؟ لو عندك فيديو اتأخر في التحليل أو نزل وما جابش مشاهدات، اعمل كده: اول حاجة، سيبه من 24 ساعة ل 48 ساعة. 2، اياك تحذف الفيديو نهائيا. 3، ما تعيدش رفع الفيديو. 4، اشتغل على فيديو جديد. 5، تابع صفحة المشكلة معروفة في استوديو يوتيوب. اكتر ناس بتكسب في الفترات دي اللي هي مش بتقفل القناة او بتهمل القناة. هل المشكلة دي ممكن تضر القناة؟ خلينا أكون واضح معاك وصريح. طبعا المشكلة دي لا تضر القناة، ولا تحذر القناة، ولا تجيب بان للقناة، ولا تعاقب القناة. دي مشكلة تقنية ويوتيوب قال بنفسه. نصيحة مني ليك، يا ريت تتابع النصيحة دي عشان دي هتفيدك خالص. الفترة دي فرصة لأي واحد بيعمل محتوى على اليوتيوب. ليه؟ أول حاجة، منافسين كتير بيوقفوا فيديوهات. تاني حاجة، ناس بتحذف فيديوهاتها. تالت حاجة، قنوات بتخاف تعمل فيديوهات. بقى انت لو كملت او اول ما المشكلة تتحل الفيديوهات بتاعتك بتتحرك فجأة. لو حصل معاك تأخير في التحليل، قلة المشاهدات غريبة، اكتب لي في الكومنتات وقول لي حصل معاك ايه بالظبط. وعشان يوصل لك اي تحديث جديد اعمل لايك واشترك في القناة، ومع السلامة. سلام.